3 أيام 4 أيام 5 أيام راح تشوفين إذا كانت خاصة من عين أو سحر أو حسد أو مس شيطاني أو غيرها إن شاء الله، راح تشوفين تكتلات دموية تسقط في هذا الإناء، أو شعر يخرج، أو زي الملابس المتهتكة يعني مبلولة في طين أجلكم الله، أو متسخة، راح تخرج من الرحم في هذا الماء. أنا تحلمت يا شيخ دقيقة بس. طيب عشان بعد تحلمت لين تلقطين الأنفاس، عبد الله شوف لنا بالله بعد إذنك، بعد إذنك يا توب، بعد إذنكم كلكم، شوف لنا يا عبد الله اللي تبغى تطلع قصة، أنا ما أعرف والله حتى الاسم وشو، إذا كانت موجودة في البث خلها تطلع، خلهم يسمعون وش قاعد يصير، وخلهم يفرحون بالأسحار اللي قاعدة تفك، وأعتقد أنها من الإمارات أو من الكويت، اللي ينفك سحرها أظنها من الإمارات، أعتقد أنها من الإمارات. سبحان الله العظيم، سنوات طويلة تبحث عن سحرها ولقته وأبطله، اللهم لك الفضل ولك الحمد. عبد الله تواصل معي وقال لي بالله تكفى يعني ساعدني الناس يدخلون أو يتكلمون معك خاص، قاعدين يكتشفون أسحار عقبالكم كلكم، عقبالكم، وزي ما قلت لكم ان احنا مصرين بالدعاء، والله اني ما اخليكم لا في سجودي ولا في صلاتي ولا في وقت مطر ولا في الاوقات المستجابه، ما راح اخليكم حتى باذن الله سبحانه وتعالى تجلى عنا وعنكم جميع الاذى باذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا ولده. أنا تحلمت يا شيخ إني بغرفة النوم. هذه غرفة النوم بيضة، بس ما هي نفس غرفة نومي يوم كنت متزوجة. زوجي جالس على السرير وأنا جالسة على كنبة قدامه، كان يضحك ومبسوط وكان يقول شفتي إيش سويت فيهم؟ أنا سويت كذا عشان أرجعك، يلا تعالي. هو كان يبغاني أجي على علاقة وزي كذا، بس أنا كنت يعني ما أعطيته ردة فعل. شوية جات أمه تدق الباب، قال أمي جات، وبقوم أفتح لها الباب. ساكتة أنا ما تكلمت، وأسمع أمه تقول أنا لما أجي تفتحوا لي الباب، مو أجي وأدق الباب. المهم فتح لها الباب، إلا شوية بناته أو شو اسمه بناته وأخواته جايين لبيتي، دخلوا على المطبخ. حسيت إن كذا كأنهم استحلوا كل حاجة. يعني كل ما جيت أبى أساعدهم حاجة تجي أخته تقول لا أنت ما تمسكين شيء، ما تمسكين شيء. طلعت من المطبخ، لقيت رجال من باب الشقة كثير. أشوف طليقي دخلهم على غرفة نومي. أنا زعلانة كيف يدخلهم، يوريهم كل غرفة نومي ويوريهم كل حاجة. أنا مش يوم واقفة كذا في رجال طلع من غرفة النوم، طويل وعريض وكذا بشنبات وكان مبتسم. أنا دخلت كذا زي في غرفة كذا وهو واقف قدام المراية يتفرج، فكان يطالع في المراية ويطالع فيني. فأنا أعتقد إني ذاك اليوم أتذكر إني كأني سبيته أو حاجة، وصحيت من النوم. انت منفصله؟ أيوة منفصلة. كم صار لك؟ 1.5 سنة كذا. انت كنتي تتاذين وانت متزوجه؟ تتاذين باسحار، بمشاكل، برقيه؟ أنا كنت يوم كنت متزوجة كنت أشوف واحدة كذا كأنه في خرابة، أنا جاية من غرفة كأني أدخل غرفة مهجورة. في واحدة شعرها كذا إلين رقبتها سوداء، كأنها بترميني بغطا القدر. فأنا ألف ما أخليها تصيبني، يعني أنا أهرب منها. كنت أتحلمه كثير. آخر حلم اسمعيني، شفت. اسمعيني، أيوه. اسمعيني يا ولد. شوفوا والله انا ما ابغى اضيق عليكم اتكلم كثير، لكن انتم ما تدرون ايش الاشياء اللي قاعده توجع. بنات توهم ما تتزوج ما تكمل سنه 6 شهور الا راحت لها، ما تكمل 7 شهور الا راحت لها، ما تكمل سنه الا صار عندها مشكله. ما نقول كله سحر، احيانا يكون في حسد واحيانا يكون في عين، لازم تحصنون يا جماعه الخير. هذا المنام يدل على منام اللي ذكرتيه، يدل على انه حتى الزوج اصلا كان يتصرف تصرفات عشوائيه، أيوه كان يتصرف احيانا وكانه بلا رشد وبلا ادراك، ويتسرع في المشاكل، وممكن حتى وصلت الى المشاده بالكلاميه ويمكن بالايادي ربما، والطلاق تكرر اكثر من مره، مو بطلاق واحد. انتم ما قعدتوا كويسين بعدين طلقتوا طلاق سليم، لا، حدث عندكم اكثر من مشكله، ويمكن رمى الطلاق اكثر من مره، لانه في اعتداءات شيطانيه مع الاسف الشديد. هذا المنام يدل على اعتداءات شيطانيه سابقا. والطليق تزوج ولا ما تزوج؟ والله ما أدري عنه. ربما يكون يعني يخاطر نفسه انه يرجع يبحث مره ثانيه للعوده، لكنه ما يستطيع، ما لم يرقي وترقين. اذا رقى ورقيتي فربما تؤلف قلوبكم ويعود مره ثانيه.
زبدة المنام أنه أنت يا وردة لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى وتبدين الرقية الشرعية، رقية ميسرة جدا، لا تضيقون على نفسكم، الله يرحم والديكم، لا تضيقون على نفسكم. أنا وجدت ناس يتعبون في الرقى، نقول له ايش عندك؟ قال والله واحد قال يقرأ سورة البقرة 10 مرات، وآل عمران 59 مرة، وسورة الزلزلة 400 مرة. الزلزلة نعم، أكد لي واحد قال لي شخص اقرأ سورة الزلزلة 400 مرة. قلت يا أخي أنت أصلا تقعد تلتهي بالعد ولا تدرك ايش قلت. والله لو تقرأها مرة واحدة بيقين أنها تكفي عن 400 مرة سردا. فلذلك أنا لا تضيقون على أنفسكم، ابدأي من اليوم يا وردة، ركزي على كلامي، الله يرضى عليك. تسجلي شاشة ولا لا؟ أيوة سجل. اعتباره من اليوم، وراح تجينا هنا بعد 3 أيام 4 أيام أسبوع بالكثير تقول يا فهد القرني أبشرك زال الأذى، زال الأذى. كل أحد فيكم يطبق اللي بقول عليه. لا تطلبون يا جماعة الخير، لا تطلبون، الله يرضى عليكم، لا تطلبون دويتو، احنا ما نستقبل. شوف يا وردة، والكلام للجميع، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي مسعاكم ويجمعنا وإياكم في جنات الخلد، إنه على ذلك قدير. أبغى من اليوم كل أحد فيكم قبل لا تنامون تفتحون غطاكم وبكل هدوء تقرؤون سورة الفاتحة وأنتم مقربين بالطريقة هذه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة، الزلزلة، آية الكرسي، الفلق، الإخلاص، الناس، الكافرون. بعدين تقرؤون آية 23 في سورة الفرقان، الآية 23 في سورة الفرقان. ومن باب التحصين الآية 9 في سورة ياسين، 23 في الفرقان، 23 في الفرقان، و9 في ياسين. هناك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا، وهناك وجعلنا من يديهم سدا ومن خلفهم سدا. من باب التحصين حتى ما يعود البلاء، ما يرجع لكم انتكاسة مرة أخرى. وتشربون الماء، إذا كان المويه مثلا لتر أو أبو ريال الكبيرة هذه اللي تجي طويلة ما كان 500 ملي، نشرب منها حتى نرتوي، ثم نغلقها. لازم نغلقها لو غطى خفيف فقط. ثم الصباح أول ما تستيقظون من نومكم وأنتم لسه على السرير تمسحون وجوهكم باليمين، تقولون لا إله إلا الله، بعدين تأخذون الماء تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، مرقي عليه جاهز من رقية البارح، ونشرب الماء. يعني الكاس الواحد يكفيك ليل بالليل، ويكفيك بالصباح برقية واحدة. أكرر، الفاتحة مرة واحدة، آية الكرسي مرة واحدة، الزلزلة مرة واحدة، الآية 23 مرة واحدة، الآية 9 مرة واحدة، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس، كل واحدة منهم مرة واحدة. لو قرأتوا هذه كلها ما راح تتجاوز منكم إذا ضربتها الحمى دقيقتين. يعني تخيل رقيتك على سريرك دقيقتين، بدل ما تروح الراقي تدق لك ساعة مشوار، وعند الراقي نص ساعة تدفع 500 ريال ولا 5000 ريال، وتاخذ من عنده زيت وترجع بيتك، وينفع ولا ما ينفع؟ خلال دقيقتين تكونوا رقيتوا أنفسكم كاس ماء وشربتوه ونمتوا، والصباح تكملون المويه مرة ثانية تشربونها، عشان ما يصير فيه بكتيريا، ما يطول. يكفي مساء وصباحا كل يوم بهذا الحال يا وردة حتى يتم الشفاء وترتاحين تماما، حتى المنامات هذه تنقطع بالكلية. نعم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أول شيء يا شيخ أنا متزوجة تمام، يمكن لي 10 سنوات، وفجأة يا شيخ بين فترة وفترة في نفور مو طبيعي من ناحيتي على زوجي. أنتي تنفرين منه؟ أيوة مو طبيعي، وساعات أحزن عليه لأنه هو مرة طيب معايا. بعد فترة رحت عند شيخ أعطاني رقية واستمرت عليها فترة بسيطة. كان جهة اليسار رجلي ويدي ألم مو طبيعي في وقت الرقية. كلمت الشيخ قال لي ممكن هذا يدل على سحر، ما سحر، انتي استمري على الرقية. صراحة ما استمرت عليها، وصلاتي كمان أقطع مو دايم، مو ملتزمة يعني، أحاول أجاهد نفسي. المهم يا شيخ نفس الحالة، في نفور بين فترة وفترة كذا كم شهر ترجع لي نفس الأعراض، فأحزن عليه، وهو كمان حاسس إني أنا مو طايقته، نفور مو طبيعي، فأزعل عليه لأنه هو ما له ذنب وهو طيب معي ومرة كويس. من أسبوع تقريبا استمرت على رقيتك وصليت والتزمت في صلاتي كل شيء. رقية فك تعطيل تمام. أيوه. أول يوم يا شيخ أنا دائما أتابع البث، أشوف الناس تحلم كثير، أقول يا رب أنا ليش ما أحلم. أول يوم الرقية حلمت إنه طفل حديث الولادة، لسه ولد، لسه يعني أمه ولدته بس ما أعرف ولد مين، يتكلم، وأنا مصدومة إنه كيف يتكلم طفل حديث ولادة. وبنفس الحلم إنه رحت مكان أبى أشتري سبيكة اللي هي 10 جرام، كانت عندي زمان وبعتها لظروف، كنت مرة فرحانة. ثاني يوم قاعدة أرقي نفسي وأشرب الموية، حلمت إني أصبغ شعري ثلجة على أسود،
وكنت فرحانة. هو شعري ما شاء الله طويل مرة، بس في الحلم ما كان طويل. كنت فرحانة وبطلع أوريهم شعري مصبوغ، صابغة شعري نفس الصبغة اللي كنت زمان نفسي فيها. تمام. متى شفتي المنام الأول والثاني؟ الأول أول يوم الرقية، الثاني ثاني يوم الرقية. متى أول يوم الرقية؟ قبل كم؟ يوم الثلاثاء اللي فات. يعني قبل أسبوع تقريبا. أيوه. تحسنت الأحوال ولا لا زالت؟ نفسيا أوكي. أي بس لأنه واضح، اسمعيني، لأنه الطفل هذا اللي يتكلم في المهد هذا يدل على نجاة من سوء وانكشاف أمر، انكشاف راح ينكشف عندكم شيء. هذه بشارة خير، وهذه من ضمن البشائر اللي احنا نقول يا رب أن يعجل فيها. هذا المنام يبشركم أنت خاصة وزوجك بإذن الله سبحانه وتعالى بانكشاف السوء عندكم في بيتكم. راح تعثرون على الشيء الموجود، أو أقل تقدير يبطل تلقائيا من الله سبحانه وتعالى. هذه بشارة خير بزوال الأذى وانكشافه وتدبر الحال. المنام الثاني أنه أنا أصبغ الشعر. تلوين الشعر هذا الشعور اللي أنت فيه يدل على كان في عندك مشكلة نفسية وشعور ملخبط وشعور سيء جدا، والآن بدأ يتحسن وليس بالكلية، بدأ يتحسن جزء، وجزء لا زال فيه اضطراب من جانب، ولكن في جانب تحسن، يعني جانبين. جانب الله أعلم ايش يكون تحسن تماما، ولا زال في جوانب أخرى بسيطة جدا تحسين شعوريا أنها قاعدة تتحسن ولكنها ببطء، ولكن في تحسن. طيب يا شيخ، أنا دائما عندي مشاكل إنه في الله يكرمك الدورة ما توقف من عندي بالأشهر، فاهم؟ فما هي مو دورة. فلما سألت قالوا لي عادي أنت تصلي وكل شيء. ما تتوقف، تنزل دائما، نزل. يعني كأنه أيوه. في شبه نزيف دائم. أيوه. طيب أنت شفتي سويتي اللي قلنا عليه، تتنقعين بالماء ولا المرة وتقرأين لا فيه لا، الآيات؟ أنا تعالجت من كم سنة، تعالج الأكياس والتكيسات مستمرة عندي، كل ما تروح ترجع لي، كل ما تروح ترجع لي. زي كذا، فاهم كيف؟ طيب خلاص، التكيسات احنا تكلمنا عنها يا بنتي، تكلمنا عنها كثير، وقلنا لكم انه كثير ناس طبقوا هذا الامر وبفضل الله سبحانه وتعالى. وترى دائما اقول واكرر، لانه انا برنامجي يعني زي ما انتم شايفين، يعني ما شاء الله الناس فيه كثيرين والناس قاعده تستفيد. مرحبا يا عليان، نورتينا، على راسي يا عليان. فلازم ان احنا نوثق كلامنا حتى ما يقتص من كلامي شيء ويساء للاخرين او يساء لي انا. انه دائما اقول لا نغفل عن التداوي الطبي، نجمع بين الرقيه الشرعيه ونجمع بين الطب الاكلينيكي وبين الطب النفسي، لانه احيانا نحتاج الى شيء نفسي ونحتاج الى شيء طب طبيعي اللي هو الاكلينيكي، ونحتاج الى الرقيه الشرعيه. فاذا جمعناهم كلهم، الوحيد اللي ما له علاقه في شيء ابدا، ولا تخلط مع شيء ولا تؤذي شيء ولا تؤذى من شيء، الرقيه الشرعيه. صحيح. فجيبي ماء، اسمعيني، جيبي ماء وملح ومره، وخاصه المره، في صحن وتنقعي فيه. صحيح ممكن تنزل، ممكن يصير في كثافه في النزول اذا قراتي الايات هذه، لكن النزول هذا بيكون يخرج السوء، بعدين تستقر الاحوال. اقراي سوره الفاتحه والزلزله والفلق في هذا الماء وتنقعي فيه بما يقل عن 10 دقائق. نعم. كل يوم انا اقرا الفاتحه والزلزله والفلق واشرب فيها. تشربين ممتاز. لا انا ابغى الحين تنقعين منقوع الماء والملح والمره بالصور اللي ذكرتهم، الفاتحه والزلزله والفلق، تجلسين بالماء وتقرأين حتى تخرج التكيسات هذه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه واضح أنها من أعمال شيطانية. ولا تغفلي عن التداوي الطبي، أما بكي أو بأي أمر يقدمونه التداوي. واستمري 3 أيام 4 أيام 5 أيام، راح تشوفين إذا كانت خاصة من عين أو سحر أو حسد أو مس شيطاني أو غيرها إن شاء الله، راح تشوفين تكتلات دموية تسقط في هذا الإناء، أو شعر يخرج، أو زي الملابس المتهتكة يعني مبلولة في طين أجلكم الله أو متسخة، راح تخرج من الرحم في هذا الماء. ثم كبيه، واليوم الثاني استبدليه بجديد من 3 أيام إلى 7 أيام حتى يزول تماما. إذا زال تماما تجيبين زيت زيتون وتقرأين عليه الفاتحة وتقرأين عليه المعوذات والكافر والإخلاص وبعض آيات السحر، وتمسحين المنطقة الحساسة يوميا، أو تكتفين بأسفل البطن وما حوى حتى السرة. يا رب يكون واضح كلامي لك. تمام، شكرا لك شيخ. لأنه ما أدري، أنا حاسس إنه أنت جالس على صحن يغمش ومنتو، وأنا قاعد مويه في المويه، ملح ومره، ملح ومره. خلاص تمام، استوعبتي يعني. ايوه. اي الله يرحمك. شكرا شيخ، جزاك الله خير. مرحبا.